أصدر رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري بيانا بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ضد نظام الأسد وبدء الإضراب العام في السويداء ومناطق أخرى في سوريا. أكد فيه أن من حق الشعب أن يطالب بالعيش الكريم، وحان الوقت لقمع مسبب المحن التي طالت لقمة عيش السوريين. وخاطب الهجري المحتجين في كافة أنحاء سوريا قائلا إن الشعب السوري يمر بمحنة تلو الأخرى، إلا أن الصمت لا يعني الرضا، فقد طالت التصرفات والإجراءات لقمة العيش، فآن الأوان لقمع مسبب هذه الفتن والمحن ومصدر القرارات الجائرة المجحفة الهدامة، وتقتلع من أرضنا كل غريب وكل مسيء وكل حارق مارق قبل أن يسرق أموالنا من موقعه، في إشارة إلى النظام وحلفائه. وذكر الهجري في البيان أن أبناء الشعب الصامت بدلا من تكريمهم أصبحوا يواجهون دواعش الداخل وباتوا أمام غرباء استباحوا مقدرات وخيرات البلاد، كما وصل بهم الحرمان إلى لقمة الخبز ومن قطرات من الماء والمحروقات باختلاق أزمات، وسارت الخطط بمواجهة الشعب لا في مصلحته، مما زاد من معاناته وأوجاعه. وأشار إلى أن النظام بدلا من حمايته لأبناء الشعب والدفاع عنهم صار يخونهم ويهددهم بلقمة العيش ويفتعل الفتن عندما يطالبون بحقوقهم. وقال الهجري: ما هكذا يعامل شعب من قبل حكومته، ولا هكذا تكون القرارات ولا التصرفات، والحجة حرب كونية، وأي حرب كونية وأنتم تدمرون شعبكم وتحبسون مقدراته عنه وتسقطون اقتصاده الوطني إلى الحضيض بقرارات بخسة وتعاملات لا تهمها سوى الجباية القسرية وتدمير البنى التحتية، مما تسبب بهروب جماعي من كل المواطنين دون تمييز إلى الخارج، وتدمير للعلم وتخوين للشرفاء. وتساءل: لما كل هذا الإذلال أيها المعنيون المؤتمنون على أبناء الوطن، إن لم تكن قراراتكم من قلوب وطنية بل من جهات أجنبية نطالبكم بالعمل وفق إرادة الشعب ومصلحته، فحرام عليكم أن تستمر هذه المهازل. وأكد رئيس طائفة الموحدين الدروز أنه لن يذلنا أحد ما حيينا، فالأصول راسخة متينة والكرامة تغلب على الجوع. كنا ولا زلنا من موقع وطني مجيد ننصر الحق، لا ليستغله بعض ضعاف النفوس وينافق علينا، فما لنا على وطننا من فضل، ولكن لنا فيه حق، ولا نقبل أن يحرمنا منه أحد مهما كان موقعه. وخاطب الهجري نظام الأسد وحكومته قائلا: قلنا ونعيد للمسؤولين والممثلين والجهات المعنية أن من كان عاجزا عن القيام بواجبه تجاه أهله ووطنه واقتصاده فليترك المكان ولا يتخبط ولا يخرب الموقع الذي يحتله. وشدد أن من حق الأهالي أن يطالبوا بالعيش الكريم دون أن ترضى بالحد الأدنى، وأضاف: من حق الناس أن تصرخ وتستغيث وأن تتوقف عن عمل أصبح يجلب لهم الإذلال، ومن العيب أن نرى هذا التدمير ونبقى صامتين. وطالب الهجري حكومة الأسد بعدم قمع الاحتجاجات وحرف توجهاتها، محذرا من تكرار المسرحيات السابقة عندما حاول بعض المفسدين تبرئة أنفسهم وطمس الأدلة على فسادهم بتخوين المتظاهرين الشرفاء واتهامهم بحرق مبنى محافظة السويداء. وحول تقصير وعجز النظام وحكومته عن خدمة الشعب قال الهجري: على مستوى الأمن والأمان أصبحنا نحن المكلفين بأن نحمي أنفسنا، والجهات الأمنية غائبة ومغيبة عند ضرورة وجودها إلا لقمع الكلمة ولتوجيه أزلامها العابثين وفق أوامرها ضد أهلهم. وأضاف: الضابط العدلية والقضائية مشغولة بالجباية، الأطباء والمهندسون في الخارج. كان الشعب حقل تجارب للقاحات عشوائية أثارتها تقتل الشباب، وأصبح أبناؤنا أذلاء في الخارج بسبب ما يحصل في الداخل. عائلات تموت غرقا أو في البراري بحثا عن لقمة عيش في سوابق ذل لم يعرفها الشعب السوري عبر التاريخ. وتابع: تفشت المخدرات والممنوعات والرذائل في مهد الأديان، يتم تدمير العلم والمتعلمين والتنمر عليهم وتغيير المفاهيم، وإذلال الموظفين والعاملين والعمال لم يسبق له مثيل لا في العالم ولا في التاريخ. ختم الهجري بيانه متسائلا: أين هي الدول الصديقة؟ أين هي الدول الضامنة؟ مطالبا بمحاسبة كل من حرم الشعب حقوقه وكل من يدمر بنيان مجتمعنا واقتصادنا ونهب ثرواتنا. ويأتي في هذا البيان وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السويداء ومناطق متفرقة من سوريا احتجاجا على تردي الوضع المعيشي، وفي مناطق سيطرة ميليشيا الأسد، وأغلقت معظم الدوائر الحكومية والمحال التجارية في محافظة السويداء أبوابها بعد دعوات لإضراب عام الأحد احتجاجا على قرارات حكومة ميليشيا الأسد حول رفع الأسعار وانتهاج سياسة التجويع. وبحسب شبكة السويداء 24 قطع محتجون جميع المداخل الرئيسية للمدينة
بالإطارات المشتعلة بالتزامن مع قطع الطرقات المؤدية إلى مركز المحافظة في العديد من البلدات والقرى المحيطة، في حين نشر الأهالي في قرى رامي عبارات تندد بسياسة التجويع وتدعو للإضراب العام. هذا وصعد الأهالي في محافظة السويداء الجنوبية احتجاجاتهم المناهضة لنظام بشار الأسد. وذكرت شبكة السويداء 24 أن حشودا كبيرة من أهالي قرى وبلدات السويداء وصلوا صباح الأحد إلى ساحة السير وسط مدينة السويداء تزامنا مع إغلاق الدوائر الحكومية ضمن حالة الإضراب العام الذي تشهده المنطقة. وهتف المشاركون بشعارات مناهضة للنظام مثل سوريا لنا وما هي لبيت الأسد والموت ولا المذلة، بالإضافة لهتافات أخرى تندد بسياسة النظام التي كانت سببا في تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان. وسجلت نحو 20 نقطة احتجاج في السويداء تم فيها إغلاق الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة مع مراعاة السماح لمرور الطلاب والحالات الإنسانية. وشاركت كل قرى عريقة والمزرعة والثعلة وريمة حازم ومجادل بالإضراب، وتم إغلاق الطرق الرئيسية والوقوف وقفات احتجاجية وتضامنية مع باقي مناطق المحافظة. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع احتجاجات ومظاهرات مماثلة في درعا، والذي جاءت بعد رفع حكومات الأسد أسعار المحروقات في ظل حالة اقتصادية متردية يعاني منها السكان. وأثارت قرارات حكومة الأسد بتقليص دعم المحروقات في حالة من التخبط والفوضى في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا. على عكس تطمينات الرواية الرسمية لحكومة الأسد، يرى محللون اقتصاديون أن الأيام المقبلة ستكون على السوريين أشد وأصعب. وفي سياق آخر، استبعد كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاغاتي كليج إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم ميليشيا النظام في سوريا بشار الأسد في المستقبل القريب. وقال كليج في مقابلة تلفزيونية نشرت السبت: مثل هذا الاجتماع بين أردوغان والأسد ليس مخططا له في المستقبل المنظور بحسب معرفتي، لكن يجري العمل على تنظيمه من جانب أكثر من جهة في الدولة التركية. وحول مسألة عودة اللاجئين السوريين، أضاف كبير مستشار أردوغان: لدينا ضيوف في تركيا يتم تحديد وضعهم القانوني بوضوح، وهناك أيضا من يأتون هاربين. نعلم أن أكثر من 500 ألف سوري قد عادوا. وأكد أن موقف حكومة بلاده من أولئك الذين يحاولون البقاء في تركيا بشكل غير قانوني واضح، مشددا على أن القانون يسري على الجميع في البلاد. وتشير المواقف والتصريحات التركية والسورية في الأيام الأخيرة إلى تعليق مسار بناء الحوار بين تركيا والنظام الأسد بسبب الشروط التي يصر الأخير على وجودها. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية الأسبوع الماضي، حدد الأسد شرطا للقاء أردوغان وهو انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، واعتبر أن هدف أردوغان هو تشريع وجود الاحتلال التركي في سوريا، وأكد أنه لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان حسب كلامه.